الثورة ضد الدواعش المتواجدين في بعض هذه المناطق التي وصلتم إليها؟ ضياء، بالتحديد خلينا نكون واقعيين وبنقل الحقيقة بكل مهنية ومصداقية إلى الشعب العراقي. هناك استقبال يعني وفرح وهازيج وطشيش شوكليت، بس ما وجدنا حتى هذه اللحظة في الأحياء اللي يسيطر عليها جهاز مكافحة الإرهاب بأن هناك مقاومة من أبناء المحافظة نفسها للإرهابيين والتكفيرين. نعم. ولكن حصلنا على معلومات مهمة ضياء عندما تم قتل بعض الإرهابيين والتكفيرين وهم يعني بأنفاسهم الأخيرة، عندما تحدثوا منهم بعض ضباط وجنود جهاز مكافحة الإرهاب وبالتحديد الفرقة الذهبية، قال لهم أنتم مين ومن يمولكم ومن يدعمكم؟ أنا حتحمل مسؤولية هذه الكلمة بالتحديد، ولكن الحقيقة يجب أن تنقل للشعب العراقي. قال نحن بالتحديد وبالعبارة الصريحة والواضحة: نحن نمثل مجاميع عثيل النجيفي، هنا نقاتل مع الإرهابيين والتكفيرين. طيب هذه حقيقة تم سماعها يعني بإذني، وتم نقلها من خلال هؤلاء الأبطال عندما سمعوا وشاهدوا ما تكلم به هؤلاء الإرهابيين والتكفيرين. تحدثوا بكل صراحة بأنهم يمثلون مجاميع مسلحة تابعة لأثيل النجيفي دربت في معسكرات في بعشيقة من قبل دول مجاورة للعراق. هذا ما أستطيع التحدث به حتى هذه اللحظة، وهذه الحقيقة يجب أن تنقل للشعب العراقي. حتى كانت تهدد حيدر شكور وكادر برنامج الخطوط الأمامية ويكلف هذا الموضوع الدم.